صباح الخير واهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. فقرتنا دلوقتي هي فقره مهمه حوالين انطلاق المؤتمر الدولي الثاني، مؤتمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاوعيه الدماغيه والقسطره المخيه. هينطلق يوم 6 ابريل الجاري ان شاء الله مشاهدينا الكرام بحضور نخبه متخصصه في هذا المجال وهذه العلاجات من مصر ومن دول مختلفه. جراحات القسطرة المخية في دول قطعت فيها أشواط طويلة ومتقدمة فيها زي الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، تايلاند، غيرها. ولكن طبعا بتختلف بين كفاءة وخبرة الأطباء المعالجين، بالإضافة طبعا إلى التقنيات التكنولوجية المتقدمة والبنية التحتية المتطورة للمستشفيات. طبعا احنا في مصر في العديد من التخصصات الطبية معروفة بكفاءة وخبرة الأطباء المصريين اللي بيستطيعوا يقدموا العلاجات المختلفة لأمراض وجراحات في تخصصات دقيقة. ده طبعا بفضل الكفاءة والخبرة البشرية، وده اللي بتكون حريصة دول عديدة في أوروبا والولايات المتحدة وحتى دول خليجية أنها تستخدم أطباء مصريين لإعطاء وتقديم الخدمات الطبية. هنتكلم عن القسطرة المخية والعلاجات الدماغية مع ضيوفنا اللي مشرفينا حوالين هذا المؤتمر. هنتكلم نعرف إيه الجديد في المؤتمر ده، وبرضه هنعرف إيه الأسباب اللي بتوصلنا إلى وجود جلطات أو سكتات دماغية وأحدث التقنيات والعلاجات اللي موجودة في مصر دلوقتي. مشرفينا الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بطب عين شمس، رئيس المؤتمر. أهلا بيك دكتور أحمد وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب واهلا بحضرتك والساده المشاهدين. ومعانا برضو دكتور محمد العزازي، أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات القوات المسلحة. دكتور محمد صباح الخير وأهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك. دكتور أحمد، أولا عايزين نعرف إيه الهدف من هذا المؤتمر، أحدث أو إيه الموضوعات اللي مطروحة في نقاشات وورش عمل هذا المؤتمر في دورته الثانية. أهلا بيك. بص حضرتك، احنا يعني الغرض الرئيسي من المؤتمر غير التدريب طبعا للدكاترة هو نشر التوعية لهذا المرض الخطير. أن المرض ده بيشكل عبء كبير جدا على العالم كله وعلى مصر تحديدا. المرض ده بيشكل السبب الأول للإعاقة على مستوى العالم ومصر طبعا، وبيشكل بيتراوح من السبب الثاني للثالث للوفاة. عبء الحقيقة طبي، عبء اقتصادي، عبء اجتماعي كبير جدا، لأنه ممكن يبقى عائل أسرة ويفقد يعني قدرته على العمل وبيجي في الأعمار السنية مختلفة، طبعا في الأكثر في السن الكبير، بس دلوقتي بقينا بنشوفه كمان في الأعمار السنية الأصغر يعني. فجزء كبير جدا ان احنا بنعمل توعيه للمجتمع ولعموم الاطباء بشكل عام حتى اللي ما بيشتغلوش في نفس المجال ده. ثم بنبتدي بقى ندخل في العمق ان احنا بندرب شباب اطبائنا على الاساليب الاحدث والامثل للعلاج، لان المؤتمر الحقيقه بيستضيف يعني رؤساء كبرى المنظمات العلميه، سواء في الولايات المتحده الامريكيه، سواء في الاتحاد الاوروبي، سواء على مستوى العالم، سواء على مستوى شرق اسيا زي ما حضرتك قلت، سواء على مستوى الوطن العربي والمحيط اللي حوالينا. ومصر متقدمه جدا في المجال ده ومنافسه بشده في التقدم العلمي اللي حاصل في العالم كله. علشان كده لما نيجي نتكلم مثلا على القسطره المخيه، معروف في دول بس تكلفتها عاليه زي الولايات المتحده واليابان والمانيا، وفي دول يعني تكلفتها اقل زي تايلاند والهند ومصر طبعا، ولكن بتختلف طبعا على حسب برضو التقنيات المستخدمه والتطور اللي موجود، وايضا بالتاكيد كفاءه العنصر البشري. بص، هي التكلفة عالية في كل الأماكن، بس الحقيقة يعني الإيجابي جدا جدا في بلدنا إنه التكلفة دي مغطاة بالكامل حاليا من الدولة بكافة قطاعاتها، سواء تأمين صحي، نفق الدولة، قوات مسلحة، يعني في كافة القطاعات دلوقتي في تكلفة كاملة، تغطية كاملة، ودي كانت مشكلة زمان وتم تغطيتها لأنه التكنولوجي نفسها غالية جدا اللي بنستخدمها في القسطرة المخية، سواء أجهزة الأسرار اللي بنشتغل عليها أو
المستهلكات اللي بنستخدمها بقى لعلاج المريض الواحد. يعني بتبلغ التكلفه في متوسط دلوقتي من 250 ل 300 الف جنيه للحاله الواحده. لكن في تغطيه كويسه من الدوله دلوقتي. تمام. دكتور محمد، لما نتكلم عن المؤتمر واللي بيدور فيه، ايه اللي بيكون حريص الاطباء المتخصصين في علاج المخ والاعصاب انهم يحضروا مثل هذه المؤتمرات والنصائح او التدريبات اللي ممكن يحصلوا عليها من المشاركه في مثل هذا المؤتمر او غيرها من المؤتمرات المشابهه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا السنه اللي فاتت الحمد لله رب العالمين كان النسخه الاولى من المؤتمر ونجحت نجاح الحمد لله رب العالمين على مستوى العالم كله، وده اللي خلانا ان احنا السنه دي يمكن الدكتور احمد احنا بادئين من حوالي 6 شهور تحضير للمؤتمر ده عشان نوصل بدرجه ان احنا نبقى وجهه العالم. زي ما احنا بنروح لمؤتمرات عالميه عشان نتعلم هناك، عايزين نبقى وجهه العالم ان العالم يجي يتعلم عندنا برضه، وده اللي احنا فكرنا فيه. عشان كده قسمنا المؤتمر لشقين، شق مبدئي وشق حديث. بمعنى احنا عندنا جزء البيزك اللي هو الاساسي، هيبقى فيه تعليم وتريننج للاطباء اللي هم الصغيرين عشان يعرفوا يعني ايه سبل او طرق العلاج الحديثه بالنسبه للقسطره المخيه، او يعرفوا يعني ايه قسطره مخيه بالفعل. والجزء الثاني اللي هو الاحدث، كل ما هو حديث في القسطره المخيه او كل ما هو حديث في علاج السكتات الدماغيه من ادويه. يعني احدث دواء على مستوى العالم خلاص داخل مصر خلاص بالنسبه للجلطات، وده طفره جديده وتحسب لمصر ان هي تدخل دواء زي ده في التوقيت ده، لسه العالم كله بيبتدي فيه، ودي حاجه كويسه جدا. بالنسبه للمؤتمر زي ما قلت لحضرتك، زي ما الدكتور احمد قال وزي ما احنا عملنا، في ورش عمل وفي محاضرات وفي حالات بث مباشر، وكل ده بالنسبه للاطباء وبالنسبه للشعب نفسه في توعيه كبيره جدا بالنسبه لحالات القسطره المخيه. لان في، مش هقول لحضرتك افراد من الشعب بس، لا، في اطباء ما يعرفوش يعني ايه قسطره مخيه، او ما يعرفش القسطره المخيه دي بيتعمل فين او بيتعمل ازاي. كل ده بالنسبه لهم شيء مبهم. فاحنا عشان نعمل مؤتمر زي ده كبير يحضروا كل رؤساء منظمات العالم بالمنظر ده وبالكم ده، وكم المحاضرات وكم الورش العمل اللي موجود ده، اعتقد ان هو ان شاء الله يعني باذن الله ربنا ينجحه، هيبقى حاجه كبيره جدا وتوعيه كبيره جدا للشعب اللي احنا نقدر نساعده بحاجه زي دي. علشان ما نوصلش للسكتة الدماغية يا دكتور أحمد، إيه اللي المفروض المواطن العادي يعرف بيه وأيضا الطبيب؟ يعني البعض ممكن ما يفرقش أصلا بين طبيب مخ وأعصاب جراحة وطبيب مخ وأعصاب باطنة. لما يعرف إن في حاجة في المخ يعني يسأل قرايبه أو المحيطين بيه أو معارفه، فيقول له روح لدكتور مخ وأعصاب من غير ما يحدد. إمتى ان الشخص ده يوصل او يروح لدكتور او يعرف ان هو محتاج دكتور مخ واعصاب جراحه او بطن؟ هو اولا احنا عندنا ما يسمى ببرايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن، يعني ان احنا الاول الصحه العامه ان احنا نمنع حدوث الجلطات، ودي اعتقد ان الشعب كله ما عنده توعيه عليها. لكن انضباط ضغط الدم، انضباط معدلات السكر في الدم، انضباط الدهون الثلاثيه، يبقى المريض متاكد ما عندوش اي مشاكل في عضله القلب. دي الحاجات العامه او الحاجات الاكثر شيوعا، ما بالك ان المواطن العادي مجرد ما يسيطر عليهم ما بالك ده هيمنع بشكل كبير جدا حدوث جلطات المخ او السكتات الدماغيه. وبرضه على فكره لازم اشير ان الدوله ليها دور كبير قوي، كان في مبادرات رئاسيه في 100 مليون صحه بالظبط كده. بالك انه القاء الضوء على عوامل الخطوره اللي بتؤدي الى جلطات القلب وجلطات المخ وجلطات في يعني الاوعيه الدمويه الطرفيه، هي نفس الاسباب اللي بتؤدي الى هذا وذاك وذاك. الحاجه الثانيه ان بعد ما المريض بقى يحصل له لا قدر الله سكته دماغيه، غير الشق العلاجي بتاعه هو شق ان الجلطه دي ما تتكررش تاني. لو ما حطيناش ايدينا على الاسباب تماما وباك اللي ادت لحدوث هذه الجلطه هتتكرر تاني. وهنا زي ما هو ممكن حد يجي له اكتر من جلطه في المخ؟ طبعا ممكن يجي له اكتر من جلطه في المخ لو ما حطش ايديه على السبب من اول لحظه. ايه السبب اللي ادى الى حدوث الجلطه؟ يعني لو ما عالجناش السبب هتتكرر تاني. وانا مبسوط قوي بالسؤال بتاع حضرتك ده، انه دلوقتي بقى في توعيه ان في طبيب مخ واعصاب باطني وطبيب مخ واعصاب جراحي. لانه طبعا لازم المريض السكته الدماغيه يتابع متابعه لصيقه مع طبيب المخ والاعصاب الباطني عشان يشوف ايه عوامل الخطوره اللي تسببت في الجلطه الاولى عشان يمنع تكرار حدوثها مره ثانيه. فده طبعا زي ما حضرتك بتقول جزء مهم جدا في التوعيه ل يعني المرضى في العموم طبعا.
دكتور محمد، بعض الناس لما يسمع ان هو او حد من قرايبه جاله سكته او جلطه في المخ او جلطه دماغيه بيصاب بالهلع، بيعتقد ان هو طالما اصيب بجلطه في المخ ان الحاجات اللي في المخ لا يمكن علاجها او خلاص بتدمر بعض المراكز العصبيه وملهاش علاج. هل ممكن علاج الجلطات المخيه او جلطه المخ بالادويه العاديه، ولا لازم كده كده بيتجه نحو القسطره المخيه على طول؟ بص حضرتك، هو الأحدث في العالم كله دلوقتي إن إحنا بنوعي الناس عشان في ساعات ذهبية لعلاج جلطات المخ. بمعنى كان الأول أول ما بدأنا بالخطوط الاسترشادية العالمية كان في خلال 3 ساعات المريض لو جه بياخد الحقنة المذيبة للجلطة. جه فين بقى؟ علشان برضو البعض ممكن ما ياخدش باله. المستشفى لازم يوصل أقرب مستشفى، والمستشفى دي يكون فيها جهاز أشعة كويس، ويكون فيها دكتور مخ واعصاب أشعة. ده اللي بيحدد العيان ده في حدوث جلطة ولا لا، وده بيكون بالتوعية ان المريض يروح بدري. طب يعني المريض العادي او اهله هيعرفوا منين ان دي جلطة؟ يعني هل فيها احنا بدأنا نعمل زي بروشور كده في علامات مميزة لبداية حدوث الجلطة، زي مثلا اعوجاج البق، تلعثم الكلام، ضعف في الايد او الرجل، او اضطراب في الوعي بسيط. كل دي بوادر او مؤشرات انه ممكن يحدث جلطه، ودي بالذات اول ما بتحصل لازم يتوجه لاقرب مستشفى بيعمل الاشعه. استبعدنا ان يكون في نزيف، لان النزيف ما ينفعش ياخد الحقنه المذيبه للجلطه. بعد كده ممكن نبتدي لو جه في الوقت المناسب، الموضوع اتفتح شويه، اتمد شويه من 3 ساعات ل4 ساعات ونص. لو جه في خلال ال4 ساعات ونص بياخد الحقنه المذيبه للجلطه. لو عدى ال4 ساعات ونص وكان في شريان كبير هو اللي مقفول، بيخش على القسطره في خلال 6 ساعات الى 12 ساعه. في بعض الدول فتحنا الموضوع ل 12 ساعه. بعد كده لو عمل القسطره بنسحب الجلطه والامور بترجع طبيعيه بنسبه فوق ال 90%. في خلال 90 يوم ممكن المريض يرجع طبيعي تماما، بعد ما كان ممكن يصبح مريض لا قدر الله في شلل او ضعف او خزل، ويبقى عبء على نفسه، عبء على اسرته، عبء على الدوله، لانه خلاص ما بقاش مريض منتج، ما بقاش فرد منتج، لا ده بالعكس، ده بقى مستهلك وبقى عبء على كل الافراد بتاعه العيله والدوله. فده بالنسبه لنا بقى هو ده التوعيه الاساسيه اللي احنا عايزين نوصل لها. ازاي اعرف ان المريض ده عنده جلطه، وازاي الحق اوديه في خلال الفتره اللي احنا بنقول عليها الساعات الذهبيه اللي يقدر المريض ياخد فيها العلاج. دكتور احمد، واحنا بنتكلم عن الساعه الذهبيه زي ما دكتور محمد قال، مدى الوعي دلوقتي من المواطنين بالساعه الذهبيه دي؟ البعض ممكن يعتبر ده ان هو عنده صداع هيدخل ينام هياخد يعني حاجه كده مسكنه ويفوق بعديها. هل ممكن بعد ما حد يجي له سكته دماغيه ياخد مجرد يعني اي حاجه مسكن او حاجه للصداع ويروح الصداع ويمارس حياته بشكل طبيعي تاني، ولا؟ يعني هو حقيقه استكمالا لكلام الدكتور محمد، هي دي مشكله اللي بتواجه. اولا الوعي يتحسن جدا جدا عن المواطنين طبعا، لكن احنا عايزين نتكلم انه مريض السكته الدماغيه ده في صراع مع الوقت. ما ينفعش يروح عياده الدكتور، ما ينفعش يكسل، ما ينفعش يستنى ياخد لسه ما عنده دكتور في عيادته. عندها مشكله كبيره جدا، ياخد اسبرين، ياخد في بعض ادويه السيوله بدون ذكر اسامي، يبقى المريض بيستسهل وياخدها في البيت. لانه ده الحقيقه بيؤدي الى كوارث. اولا لو عنده نزيف في المخ زي ما اشار الدكتور محمد، ممكن النزيف ده يزيد ويبقى قاتل. لو اهمل هذا الموضوع، حتى لو حصل له تحسن نسبي، ممكن جدا على مدار الليل وباك او في ثاني يوم يحصل تكرار بشكل عنيف جدا وباك هذه الجلطه. فلازم بمجرد ما المريض يحس بالاعراض دي يتوجه بسرعه جدا لاستقبال مستشفى كبير مجهز. مستشفيات الجامعيه، مستشفيات الكبيره في القوات المسلحه، مستشفيات الكبيره في وزاره الصحه. يعني الوعي بتاع المواطن زاد، لكن مهم كمان جدا ان جزء من الوعي ان هو يتوجه لمستشفى كبير. حتى المستشفيات الصغيره حتى لو في المحافظات وكده، في المستشفيات الجامعيه في كل محافظات مصر دلوقتي، في مستشفيات في وزاره الصحه كبيره، في مستشفيات في القوات المسلحه تقريبا في كل المحافظات، بحيث ان هو يروح لمكان كبير مجهز عشان بسرعه يتلقى العلاج المناسب. لان كل دقيقه بتفرق، كل دقيقه بمعنى الكلمه بتفرق، كل دقيقه خصوصا لو في انسداد في الشريان الرئيسي، في ملايين الخلايا في المخ بتموت وساعتها ما بترجعش. فاحنا دائما وابدا في صراع مع الوقت، وجزء من الصراع مع الوقت ده ما تتصرفش غير في طوارئ المستشفى وروح مستشفى كبيره.
القسطره المخيه بتعالج ايه بالظبط؟ هل على قد لو حد عنده جلطه في المخ بتعالجها ما لحقهاش في الساعه الذهبيه، ولا في علاج يعني بتقدم علاجات تانية بخلاف الجلطه المخيه؟ لا يعني هو ده في شقين في السؤال ده. الشق الاولاني القسطره المخيه في الجلطه بتستخدم لفتح الشرايين الكبيره واعاده تدفق الدم فيها. تمام. لانه العقار المذيب غالبا لوحده ما بيقدرش ان هو يعمل تسليك للشرايين الكبيره. لو تاخرنا، وحتى لو في الوقت المناسب. ففي الاغلب يعني المريض القسطره لازم بتتعمل طالما المريض عنده انسداد في الشريان الرئيسي. احنا بنقول ان مصر فيها كل سنه حوالي 250 ل 300 الف حاله سكته دماغيه جديده. كتير. 20% من المرضى دول بيحتاجوا يعملوا قسطره مخيه، لان 20% عندهم انسداد في الشريان الرئيسي. ال 20% دول يعني تقريبا 60,000 مواطن في مصر كل سنه بيحتاجوا انهم يعملوا قسطره مخيه عاجله لعلاج الجلطه بتاعه المخ. الشق الثاني بقى من السؤال ان بنستخدمها لاستخدامات اخرى. في استخدامات اخرى كتير جدا، زي الناس اللي عندهم نزيف في المخ نتيجه تمدد شرياني، بنبتدي ان احنا نقفل هذا التمدد عشان ما ينزفش تاني. زي الناس اللي عندها وحمات مخيه، زي الناس اللي عندها ضيق في الشرايين بيؤدي الى تكرار الجلطات، بنوسع الشريان وبنحط فيه دعامات. ففي استخدامات تانية، لكن احنا حادث مثلا في الطريق، حادث سياره مثلا ممكن لا، حادث السياره ده بعيد تماما عن لو اصيب في الدماغ السكوب بتاعنا بتاع ان احنا بنعالج بالقسطره المخيه. تمام. دكتور محمد، الاشعه التشخيصيه هل دورها مكمل او مساعد مع جراحات القسطره المخيه عند تقديم الخدمه العلاجيه للمريض؟ هو بس انا ليا تعليق معلش على موضوع قصه جراحات القسطره المخيه. هي القسطره المخيه مش جراحه، هي مش جراحه. ايوه، عشان احنا عايزين لان معظم الناس لما بنيجي نقول له احنا هنعمل قسطره مخيه بيفتكر ان احنا هنفتح المخ ونحط قسطره والكلام ده. لا، احنا هو سنتي بيتفتح في الفخذ او في الايد وبنخش عن طريق القسطره بنوصل لشرايين المخ وبنبتدي نتعامل مع اي وضع زي ما الدكتور احمد قال. سواء سكته دماغيه سحب جلطه او تمدد شرياني بالغلق او وحمه شريانيه ورديه وبالغلق برضه. بالنسبه بقى للسؤال حضرتك، احنا بالنسبه للقسطره المخيه هي تكنيك سهل جدا. معظم الناس الوقت اللي بدات تتعلم بدات تبقى كويسه فيه. فاحنا بالنسبه لنا الموضوع بقى وعي وليس اكثر. يعني احنا عايزين ننشر وعي يعني ايه قسطره مخيه. على ذكر الوعي والقسطره المخيه، في بعض الناس وفي جروبات على الفيسبوك او على يعني تطبيقات تانية، في ناس يعني المرضى عاملين زي يعني مجموعات بيتكلموا، بيقول لا، في البعض بيخوف الناس، يقول ده انا عملت قسطره مخيه ومن ساعتها وانا مصدع على طول، عندي عدم اتزان، لا يعني عمليه بتفشل او مش مفيده. وفي ناس بتحذر يعني ناس انها تعملها. رأي حضرتك في ده ايه؟ وهل طبيعي ان حد لما يعمل قسطره مخيه ممكن يحصل بصداع، بطنين في ودانه كده بعد ما يعملها؟ هي القسطره المخيه على حسب بتستخدم في ايه. يعني زي ما الدكتور احمد قال كده، احنا في عندنا اوقات مريض بيجي عنده ضيق في الشرايين او ضيق في الاورده. ضيق في الشرايين او الاورده احنا بنخش بالقسطره بنوسع ببالونه وبعد كده ممكن نحط دعامه. فبالتالي في اول فتره بعد ما بيكون شريان ضيق وتدفق الدم كان قليل، لما بيتوسع الشريان ويبتدي تدفق الدم يزيد شويه، يبتدي يحس في اول الموضوع بشويه صداع، بعد كده الموضوع بيخف خالص. في الاول قد ايه؟ يعني يقعد ساعات ولا ايام؟ لا، ممكن يقعد ايام، ممكن توصل لحد اسبوع. القصه دي بتختفي بعد اسبوع خالص. بالعكس، ده هو في مرضى اللي بيبقى عندهم طنين او وش في الاذن زي ما احنا بنقول كده، ده بيبقى عنده ضيق في الاورده. يعني ممكن على ترابيزه القسطره نفسها لما نحط الدعامه في الجيب الوريدي اللي فيه ضيق، المريض بيتحسن تماما على الترابيزه. مش بس ما اقول لحضرتك بعد ما بيروح البيت، لا، ده بالعكس، ده ممكن اثناء وانت بعد ما بتحط الدعامه على طول وهو على الترابيزه يتحسن، يقول لك الطنين اختفى تماما. طبعا مش كل حاجه مضمونه 100%. بمعنى القسطره ممكن لها اعراض جانبيه، مش هنقول زي ممكن نعرف بعض. ممكن طبعا القسطره ممكن يحصل لا قدر الله، ممكن يحصل نزيف، ممكن يحصل خلل في الشريان، ممكن يحصل تجلط اثناء القسطره، زي اي اعراض جانبيه لاي جراحه ثانيه، حتى لو اللوز ممكن حد بالظبط كده. ممكن المريض اللي بياخد قرص اسبرين ممكن يحصل له اعراض جانبيه، اللي نفسه بيحصل له بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده. فبالتالي هي مش مضمونه في 100%، بس لازم احنا بناخد المحاذير كلها واحنا شغالين بحيث ان ما يحصلش اعراض جانبيه. والحمد لله يعني لو جينا نقارن نسب النجاح بنسب الاعراض الجانبيه، لا،
ده احنا بالنسبه للقياسات والاحصائيات العالميه احنا يعتبر اعلى مستوى الحمد لله رب العالمين. تمام. دكتور احمد، واحنا بنتكلم عن التوعيه للمواطنين، زي ما حضراتكم قلتوا ان الجلطات او السكتات الدماغيه لها اسباب زي ضغط، سكر، مشاكل في القلب، خلافه. بعض الناس ما بيعرفش ان عنده المشاكل دي الا بعد ما تجيله سكته دماغيه، فيبتدي يبحث، وهو ممكن يكون برضو اتاخر عن الساعه الذهبيه ان هو اصلا كان يعرف ان اللي عنده دي سكته دماغيه مش صداع. امتى افرق بين ان انا عندي صداع عادي او سكته دماغيه؟ لا، هو الصداع مش من اعراض جلطات المخ، هو في بعض الاحيان، بس عشان الناس ما تقلقش، من اعراض نزيف المخ. بس الصداع بتاع النزيف معروف جدا ان هو الصداع الذي لم يحس به المريض من قبل، بيبقى زي قنبله وانفجرت في دماغه بعد الكلمه. عشان مش كل مريض، لان الصداع موجود في 95% من المواطنين. ممكن حد ما نامش كويس بالظبط كده، في صداع من التوتر، في صداع من عدم النوم، في صداع نصفي، في صداع عنقودي، في اسباب متعدده جدا للصداع. اخر حاجه في الليسته فيها ممكن يبقى الصداع ده نتيجه طبعا ان في نزيف في المخ، لانه هو بشكل عام نزيف المخ يعني الى حد كبير نادر. دي بالنسبه للاسباب الاخرى بتاعت الصداع. مش كل مريض يصدع يهلع ان هو يكشف ويطمن ويتاكد، لكن الصداع بتاع النزيف لا تخطئه العين ولا يخطئه المريض. على طول بيبقى عنيف جدا ومفاجئ جدا، وبيستدعي ان غالبا المريض بيروح المستشفى. تمام. طيب دكتور محمد، بالنسبه لي مش جراحات بقى، القسطره المخيه واحنا بنتكلم عليها، هل التقنيات المستخدمه دلوقتي 2025 مختلفه عن التقنيات اللي كانت بتستخدم مثلا من 5 سنين، من 10 سنين؟ وايه التطور، وهل التطور ده موجود عندنا في مصر او حاصل؟ هو زي ما حضرتك بتقول كده، احنا يوميا في تطور، واحنا الحمد لله رب العالمين بنواكب هذا التطور على مستوى العالم. كلنا بنسافر بره، كلنا بنحضر مؤتمرات بره، كلنا بنحضر ورش عمل بره، فاحنا على احدث الطرق العلاجيه. طيب بالنسبه للمستلزمات، المستلزمات تقريبا بنسبه فوق ال 90% اللي موجوده بره هي اللي موجوده عندنا. احدث المستلزمات، احدث التقنيات، الحمد لله رب العالمين، احدث الاجهزه، كل ده بقى موجود في مصر، وبنواكب تقريبا كل ما هو موجود على مستوى العالم. بدليل ان عايز اقول لحضرتك ان رؤساء المنظمات العالميه بالنسبه للسكتات الدماغيه مش بس احنا اللي طلبنا منهم، لا هم اللي عرضوا كمان ان هم يحضروا المؤتمر. وده شيء بالنسبه لنا ان احنا بقينا وجهه بالنسبه للموضوع زي ده. فالحمد لله رب العالمين احنا يعني على مستوى العالم معروفين. دكتور محمد العزازي، استاذ المخ والاعصاب بمستشفيات القوات المسلحه، كل سنه وحضرتك طيب. كل التوفيق لحضراتكم. دكتور احمد البسيوني، استاذ المخ والاعصاب والقسطره المخيه بطب عين شمس، رئيس المؤتمر، كل التوفيق لحضراتكم. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، بشكركم على اهتمامكم طبعا بشكل كبير جدا بكل ما هو جديد. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فقرات هذا الصباح مستمرة معكم، ولكن خلونا نتابع موجز لأهم أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع أمل نعمان. أهلا بك يا أمل.